السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة يوميات أسماء عدلي. وده يوم من أيام أسماء عدلي. ولادي بقى فكروا النهاردة عايزين ناكل يا ماما ايه بره، بس ناكلوا حاجة ايه مميزة. هم عندهم التميز بالنسبة لهم الكشري، فاحنا قررنا ناكل كشري، نتغدى كشري مع بعض. ورحنا عند محل اسمه الحاروني. طبعا له فروع كتير في القاهرة وعندنا هنا في اسكندرية، للي يعرف ان انا من اسكندرية ومن العجمي. فطبعا رحنا بقى ايه اول فرع لينا او اقرب فرع لينا اللي هو في الهانوفيل. حبيت اوريكم شكل المحل، بس ما حالفنيش الحظ ان انا اوريكم تفاصيل التفاصيل. ليه؟ لان المحل كان زحمه جدا ومش عارفه اصور تفاصيل المحل ولا المطبخ نفسه. هنا وصلنا بقى، بس مكتوب على الطبق الحاروني وعلى الترابيزه الحاروني. انا عجبني الصراحه نظافه المكان، نضيف جدا فوق الخيال يعني، والاكل طعمه حلو قوي، مش اول مره اكل عنده. بس كل واحد بقى طلب مختلف عن التاني. عندي مثلا ريتاج اكلت طاجن مكرونه بالفراخ، وانا وباباهم اكلنا مكرونه باللحمه المفرومه طاجن. وريتاج وسوري وعبد الرحمن وامل اكلوا كشري. هنا بقى بص منظر الديكور والجمال حلو قوي قوي قوي. انا بقى خايفه انزل بالكاميرا تحت عشان ما حدش يقول انت صورتينا ومش صورتينا في المحل، فما حبيتش الصراحه، خفت ان حد يتكلم، ودي بتبقى خصوصيه يعني ايه، كل واحد حر، عايز مش عايز هو حر. فطبعا عايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك ودعوه حلوه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وكومنت حلو تحفيزي عشان اقدر اكمل معاكم واتواصل معاكم وانزل فيديوهات كتير. هنا بقى امل بتنزل الصلصه على الكشري، والريحه كانت فظيعه اكتر من رائعه. وادي الاكل اهو بالنظافه دي، مفيش بعد كده طبعا. واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.